القهوة اللي انت تشتغل بيها ذات الجودة العالية، ومش درجة 2 او درجة سيئة، او حبوب مثلا واخدة رطوبة. ده اللي هيخليك في المشروع صح. لا، اختيار القهوة، اختيار الحبوب، اختيار نسبة التوليف، طبعا عملية الطحن برضو، وانك تحط تحويجة كويسة وتظبط التحويجة بتاعتك. طبعا التحويجة في ناس انا بعرفها من بلدات البن بتعمل السهل الممتنع، اللي هو اشتغل بيه حاجة زي الحبهان، زر الورد، جوز الطيب، او حتى في ناس بتحوج بحبهان بس وخلاص. ولكن انت عايز توصل لخلطة متكاملة من التحويجة، هقولك عليها زر الورد والحبهان وجوز الطيب، قليل جدا من الجينسينج، قليل جدا، لانه عشبة كويسة ومفيدة، وبتزود بيستخدمها مثلا الناس العرسان، وهي اصلا كعشبة طبيعية بتزود الطاقة، وبتحسن بتحسن حركة الدم في الجسم.